السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل الاكلير بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبإذن الله هينجح معاكي من اول مرة وهيكون احلى من الجاهز مليون مرة. شايفين شكله حلو ازاي وقلبه مفرغ من جوه؟ ولا طعمه بقى ما اقولكوش، ان شاء الله هتجربوه هتحكموا بنفسكم. هنعمل مع بعض بالمقادير دي حوالي 25 او 26 قطعة اكلير كبيرة من مكونات بسيطة كلها موجودة عندك في البيت. تكلفته ما تجيش اي حاجة خالص جنب ما بتشتريه من بره، زي ما هتشوفوا معايا كده. هنعمله مع بعض ازاي، وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. اول حاجة جبت حلة حطيت فيها كوباية ونص من المية، ونص كوباية من الزيت، رشة من الملح، معلقة كبيرة من السكر. هحط المكونات دي على النار وهستنى لحد ما المية تبدأ ان هي تغلي والسكر والملح يدوبوا. انا بحب اعمله بالزيت عشان يكون اقتصادي اكتر، وكمان بيكون طعمه حلو جدا. في ناس بتعمله بالزبدة، انا جربت الطريقتين وشايفة ان الزيت افضل واوفر. هنا المية كانت سخنت كويس وبدأت ان هي هتغلي. ضفت عليها كوباية ونص من الدقيق. معيار المية قد بالظبط معيار الدقيق، كوباية ونص مية عليهم كوباية ونص دقيق. نزلت الدقيق وفي الوقت ده هديت النار خالص وبدأت ان انا اقلب بسرعة جدا لحد ما الدقيق يختلط مع المية ويكون لي عجينة تقيلة كلها كتلة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما بحط الدقيق بقلب على النار دقيقتين بس او 3 علشان الدقيق يستوي ويتجمع كده كله معايا على بعضه زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هنزل العجينة دي من على النار وهسيبها لحد ما تبرد او تكون دافية بسيط قوي، وبعد كده ببدأ ان انا انزل عليها البيض. عندي 5 بيضات، هحط عليهم رشة كويسة من الفانيليا، حوالي نص معلقة صغيرة كده، واحط عليهم كمان معلقة صغيرة من الخل. ما تقلقيش خالص عشان هو فيه بيض كتير انك انتي تقولي ريحة البيض هتكون ظاهرة او كده. لا خالص، حطي بس الفانيليا ومعلقة الخل وهو مش بيكون فيه ريحة بيض نهائي. ببدأ بقى دلوقتي انزل بيضة بيضة واقلب كويس قوي لحد ما البيضة تختفي. اول ما بتحطي البيض بتحسي ان العجينة كده قطعت وفصلت من بعضها. مفيش اي مشكلة، بتستمري في التقليب هتلاقي العجينة اندمجت تاني كلها مع بعضها بقت بالشكل ده. لما البيضة الاولى بتختفي بنزل البيضة التانية وبرضو بقلب لحد ما تختفي، وهكذا لحد ما انزل الخمس بيضات كلهم. وكده خلاص عجينة الاكلير جهزت عندي. ده كده بيكون شكلها، بتكون العجينة بتلزق كده شوية. هي ده طبيعتها، ما تزودلهاش دقيق ولا اي حاجة خالص، هي كده العجينة تمام جدا. دلوقتي بقى بجيب كيس الحلواني وبجيب الشكل ده بتاع الاكلير. شفتوا العجينة قد ايه سهلة وبسيطة ومكوناتها كلها موجودة عندك في البيت. ببدأ بقى ان انا احط العجينة. بجيب بقى الصاج او الصينية اللي انا هشكل عليها. ضروري الاكلير يتعمل على ورق زبدة لان هو من النوع اللي بيلزق بسهولة. فافضل حاجة انك انت تستخدمي ورق زبدة. وببدأ ان انا اشكل كده بالطريقة دي، طبعا العجينة بتنزل بمنتهى السهولة. بسيب مسافة بين كل واحدة والتانية لان هو بيتنفخ في الفرن وحجمه بيزيد. وبحاول على قد ما اقدر ان انا اخليهم كلهم حجم واحد وطول واحد. بعد ما بشكل الكمية كلها بجيب كده طبق او كوباية فيهم شوية مية صغيرين. ببل صبعي وبساوي الحتة اللي بتكون في الاخر دي علشان ما تتحرقش في الفرن. لو عملتيها كده من غير ما تبلي صبعك زي ما انتم شايفين بتلزق. فتبلي صبعك مية وبعد كده تبدأي انك انتي تساوي الحاجات دي عشان كله كده يبقى شكله مظبوط. الصغيرة اللي في النص دي، دي كانت اخر حتة عجينة فاضلة، عشان كده تحسوا ان شكلها مش مظبوط شوية، بس دي كانوا اخر حبة في الكيس. بعد كده ضروري يدخل على فرن سخن من قبل كده على درجة حرارة 180. ما بتفتحيش عليه ابدا غير بعد نص ساعة. هو بيتعامل معاملة الكيكة، لو فتحتي عليه قبل نص ساعة ممكن يهبط منك.
وضروري الفرن يكون سخن ودرجة الحرارة تكون وسط ما تكونش عالية، 180 زي ما قلت لكم. في الوقت ده ببدأ ان انا اجهز الكريمة اللي انا هحشي بيها. حطيت كوبايتين من اللبن، وكان عندي معلقة كاستر كمان حطيتها، وحطيت معلقتين من النشا. لو ما عندكيش كاستر هتحطي 3 معالق من النشا. حطيت كمان فانيليا، وحطيت معلقتين كبار سكر. واختياري انا كان عندي كريمة لباني حطيت منها معلقة كبيرة برضو علشان تدي طعم، ودي لو مش موجودة عندك هتستغني عنها مفيش مشكلة. قلبتهم كويس على البارد لحد ما النشا داب، وبعد كده حطيتهم على النار وفضلت اقلب فيهم لحد ما الكريمة تقلت وبقت معايا بالشكل ده. نزلتها من على النار وفضيتها في اطباق وسبتها لحد ما تبرد خالص. ما ينفعش نحشي الاكلير بالكريمه وهي سخنه علشان الاكلير ما يطرش. انا فضيتها في اطباق علشان تبرد اسرع وسبتها بقى. كان الوقت ده الاكلير لسه في الفرن، هو تقريبا بياخد من نص ساعه لساعه الا ربع. وهنا كان طلع، وده شكله. بصوا اللون بتاعه مظبوط جدا. زي ما قلتلك بتفتحي عليه بعد نص ساعة بتشوفي اذا كان درجة اللون كده كويسة او عايزة تسيبيه شوية كمان. اهم حاجة ما تفتحيش عليه قبل كده. شايفين حجمه زايد ازاي؟ الواحدة خفيفة جدا فاضية خالص من جوه. بصوا مفرغة ازاي، سهل جدا وبيطلع احلى من الجاهز كمان. دلوقتي بقى هاخد كل واحدة هعمل فيها فتحتين كده من ورا بأي حاجة رفيعة علشان املاها بالكريمة. دي طريقة للحشو، وفي طريقة تانية انك انتي ممكن تفتحيه كده شبه الساندوتش وتحشيه. انا بحب اسيبه مقفول وبعمل فيه فتحات كده من تحت بملاها بالكريمة. وهنا خلاص الكريمة كانت جمدت كويس. شايفين تقلت ازاي بعد ما بردت؟ بجيب بقى كيس حلواني في الشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو بيكون رفيع ده، عشان اعرف احشي بيه. بدخله كده في الفتحات اللي انا عملتها من هنا ومن هنا، وبضغط على الكيس لحد ما احس بيها في ايدي ان هي تقلت. كده بعرف ان هي اتملت كويس من جوه. بحشيه بقى كده كله بنفس الطريقة. اخر حاجة بقى بالنسبة للتزيين، عندي شوكولاتة بيضة وشوكولاتة دارك. بستخدم سما. قطعتهم كده قطع صغيرة وحطيت على كل واحدة معلقة كبيرة من الزيت. دخلتهم الميكرويف لحد ما ساحوا. طلعوا كده عندي بالشكل ده. عندي كمان كريسبي ذهبي وكريسبي ابيض، وعندي ورد مجفف. بنزل بقى الاكلير كده في الطبق بالشكل ده، بغطي وشها كويس. حطيت عليها بقى شوية من الكريسبي الذهبي والابيض. اي حاجة بقى موجودة عندك استخدميها. التزيين ده بقى حسب الرغبة. عملت كده جزء بالشوكولاتة الغامقة، وحطيت شوية شوكولاتة بيضة في كيس وعملت خطوط على الوش.
وعملت نفس الشكل بالظبط بس بالعكس، شوكولاتة بيضة وعليها خطوط من الشوكولاتة الغامقة. وهنا اخر شوية من الشوكولاتة البيضة حطيت عليها معلقتين صغيرين من صوص البيستاشيو، قلبتهم مع بعض كويس، بيبقى شوكولاتة كده لونها اخضر وبتبقى اخدة جدا طعم البيستاشيو، رغم ان احنا بنحط معلقتين صغيرين بس بيفرق في الطعم جدا. بس كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، ودي كل الكمية اللي عملتها من المقادير اللي قلتلكوا عليها، ما عدا كان فاضل واحدة كمان. ده كده شكله حلو قوي وطعمه حلو قوي، لو حد داقه بجد مش هيفرقه عن الجاهز، بالعكس احلى وموفر جدا جدا، كمية كبيرة بمقادير بسيطة، احسن بكتير قوي ما تجيبيه من بره. كده الفيديو يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.